سؤال مهم: هل بإمكان المغرب بدر أن يكرر الإنجاز التاريخي ويتحمل ضغوطات أن يكرر هذا الإنجاز؟ صحيح أن المنتخب المغربي يدخل لهذه النسخة، نسخة مونديال 2026، وهو على أكتافه إرث ثقيل جدا ومسؤولية ثقيلة جدا، على الأقل أن يكرر الإنجاز الذي حققه هنا في قطر قبل 4 سنوات، إنجاز تاريخي بكل المقاييس، كأول منتخب عربي إفريقي يصل إلى الدور النصف النهائي، يكسر عقدة لطالما حجبت المنتخبات العربية والإفريقية على حد سواء من الوصول إلى القمم العالمية. أعتقد اليوم المنتخب المغربي في مصاف الكبار، عليه أن يدافع عن هذه المسؤولية، وأتصور أنه يملك كل المفاتيح ويملك أيضا كل الخيارات ويملك أيضا عقل تقني مدبر ممكن أن يصل بهذا المنتخب إلى أبعد مدى. صحيح أن الهدف الأول سيكون هو تجاوز الدور الأول، بعد ذلك كما يقول الفرنسيون الشهية تأتي مع الأكل، وبعد ذلك إن شاء الله دور بدور، لكن ثقتي كبيرة جدا من أن المنتخب المغربي. شعرت أن نبرة صوتك فيها يعني نوع من الارتباك أو كان الضغط يعني على بدر، لأن احنا شعور فخر فيما أنجزت المغرب، صح، لكن هل بدر يعني في مسألة تغيير المدرب وتوقيت المدرب، هل الأمر إيجابي أم سلبي أم الضغوطات عليها ضغوطات كذلك؟ لا، بطبيعة الحال يعني عندما تدخل إلى كأس العالم بهكذا شكل وأنت بين المرشحين، لأن الأمر يختلف تماما على النسخة الماضية. دخل المغرب كحصن أسود، اليوم يدخل المغرب وهو مرشح لحيازة اللقب. طيب نتكلم بصراحة، نتكلم بصراحة أكثر. إيه؟ المغرب في أي مركز في المجموعة تتوقع؟ المغرب سينافس على صدارة المجموعة. صدارة أوبتا ماذا قالت؟ أوبتا وضعت المغرب في المركز الثاني يا بدر. رأيك في أوبتا؟ شوف، هذه أوبتا عندها حسابات معينة، لكن لما تشوف عندها حسابات ليس استقصاد. لا أبدا، المنتخب البرازيلي يظل هو المنتخب البرازيلي، تكلمنا عنه بالأمس. لا أحد يقلل من شأن كرة القدم البرازيلية، خاصة مع وجود كارلو أنشيلوتي. لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار آخر نسخة، ستجد أن المنتخب المغربي كان في المربع الذهبي، بينما المنتخب البرازيلي خرج من الأدوار الإقصائية. جميل، تتفق صابر أم لا؟ يعني لا، هو طبعا كل الحسابات بتقول ان المنتخب البرازيلي الاقرب. يلا هذا مش انا، بدر صابر هو من صدارة صابر برازيلي. اوكي لا ما قاطعك صابر، تفضل صابر. نحن نتمنى بالطبع السيناريو المعاكس لاوبتا والمعاكس لكل التوقعات انه ده يحصل، ولكن حتى الان تبقى كل المؤشرات بتقول ان المنتخب البرازيلي هو الاقرب لحصد صدارة المجموعة الاولى. كل ما اخشى على المنتخب المغربي التدرج العكسي للمباريات. كنت اتمنى ان يكون السيناريو المباريات أن يبدأ بالمنتخب الهايتي وبعدين الاسكتلندي، لأن المنتخب المغربي دايما بيجي مع المباريات زي ما كان لسه بيقول بدر في أثناء البطولة. المنتخب المغربي ويمكن ده سمة المنتخبات العربية عموما وخصوصا المنتخب المغربي، ولكن البداية مع المنتخب البرازيلي سلاح ذو حدين. قد يتمكن المنتخب المغربي من حصد كل النقاط من امام المنتخب البرازيلي، ودي هتكون افضل انطلاقه للبطوله، لانه ساعتها سقف طموحاتنا سيرتفع بشكل كبير جدا. جميل. مساعد المغرب اوبتا كذلك توقعت الى اين تصل المغرب تحديدا في الادوار الاقصائيه، ونحن نشاهد في نسبه عاليه تصل الى دور 32، لكن في دور ال 16 كما نتابع في دور ربع النهائي 45%، ثم دور الثمانية في 23%، ونصف النهائي 10%، والنهائي 4%. صعوبة في استمرار المغرب كما وضحت أوبتا. شوف